السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مسلسل الحوادث الحافلات يتواصل في الجزائر. اليوم وقبل ساعة فقط بجاية إصابة 32 شخص في حادث مرور بين حافلة لنقل مسافرين وشاحنة وسيارتين خفيفتين على مستوى تالا أوريان بالطريق الوطني رقم 24. وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية فقد أسفر الحادث عن إصابة 32 شخص تتراوح أعمارهم بين 3 و 75 سنة. تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي خليل عمران لتلقي العلاج اللازم. ولحسن الحظ فإن الإصابات وصفت بالخفيفة، إضافة إلى حالة من الهلع حيث تعالت أصوات النساء والأطفال يعني يسمعوها من بعيد. ربي يجيب ساعة الخير إن شاء الله، وربي يجيب شفاء للجميع. نتمنى السلطات يعني تشوف حل هذه المشاكل تاع حوادث الحافلات، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. ربي يسترنا ويستر وليداتنا إن شاء الله، ويحفظ البلاد والعباد. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.